اول حاجه قبل ما نبداو هذا الفيديو، مبروك لشبان المنتخب المغربي الفوز على منتخب كينيا. بكل صراحه فوز كان صعبا جدا، ولكن يبقى فوز مهم جدا، لان المقابله الاولى في اي بطوله كتكون هي مفتاح الذهاب لابعد نقطه في البطوله. وفي هذا الفيديو غادي نهضروا على التحدي القادم، وهو منتخب نيجيريا. في نظركم هل سوف تستطيع كتيبة محمد وهبي الفوز على منتخب نيجيريا؟ تفرجوا في هذا الفيديو وغادي تعرفوا الجواب ديال هذا السؤال. ولكن قبل ما خليكم على الفيديو، ما تنسوش ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناة باش يوصلكم جديد المنتخب المغربي والكرة المغربية. المقابلة الأولى لشبان المنتخب المغربي مقابلة كانت صعبة جدا على كتيبة محمد وهبي، والتشكيلة اللي دخل بها وهبي في حراسة المرمى يانيس بن شاوش. وبالنسبة لثنائية قلوب الدفاع أيت بودلال وخوليان المصباحي. أما بالنسبة للأظهرة، على الجهة اليسرى فؤاد الزواني، وعلى الجهة اليمنى إسماعيل باعوف. بالنسبة لخط وسط الميدان في الارتكاز لعب أمين بوكامير. أما بالنسبة لثنائية محورين وسط الميدان سعد الحداد ورضا العلوي الذي سجل هدف الفوز. أما بالنسبة لخط الهجوم في الأجنحة، على الجهة اليمنى لعب عثمان معمة، والذي تحصل على جائزة رجل المقابلة. أما بالنسبة للجهة اليسرى معاذ الضحاك، والرأس حربة ديال التشكيلة هو ياسر الزبيري، والذي سجل هدفين. بكل صراحة المنتخب ديالنا كان ضعيف جدا دفاعيا، وكذلك على المستوى البناء من الخلف. بالنسبة للنقطة المضيئة في هذا الماتش وهي خط الهجوم، خصوصا عثمان معمة الذي كان خطيرا جدا على دفاعات منتخب كينيا. وما نسوش بأنه تحصل على جائزة رجل المقابلة، وكذلك ياسر الزبيري الذي سجل هدفين. ودابا ندوزو المنتخب نيجيريا اللي في الماتش الاول ديالهم لعبوا ضد المنتخب التونسي وربحوا الماتش ب1-0. بكل صراحة ماتش كان متكافئ الفرص بين تونس ونيجيريا، ولكن نيجيريا في الدقيقة 37 استغلوا خطأ دفاعي من دفاعات المنتخب التونسي وسجلوا هدف الفوز. الإخوان بكل منطقية منتخب نيجيريا ليس قوي جدا. شخصيا كنشوف باللي كينيا أفضل من منتخب نيجيريا، فقط يجب على وهبي إصلاح مشاكل خط الدفاع، وسوف يكون الفوز من صالحنا إن شاء الله.